السلام عليكم البنات، الله قاعد تكونوا لاباس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جينا مع فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم متنوع تماما على اللي فيديو اللي مداري تشوفوهم في القناه. فيديو مليء بالطاقه الايجابيه وبالتحفيز وبالتفحفيح وبالتزرزيق وبلوم وبالجافيل وكاع شو تبغوا. ماذا بيا يكون هذا النوع من الفيديوهات يعجبكم ويحفزكم ثاني نتوما. انا ثاني نبغي نتفرج هاد لي فيديو سيرتو كي يكون هذه فيا ديك الحاله تاع الخمول، يحفزوني وينشطوني ونوض ندير صوالحي. كما تعرفوا كاع الناس راهم مع الميناج وتحضيرات رمضان. هنايا كنت كل خطره ندير حاجه وسمحوا لي ما نجمش نصور لكم كل شيء. كما تعرفوا مع التربيه ومع التصوير يدي بزاف وقت، وكي تكوني ماشي كيما تكوني براسك. معناتها راني نصور شويه، راني حبست رحت لها ردعتها وكلتها بدلت لها سما ماشي كاع الوقت راني نكون ليبر باش نصور لكم اش تبغوا تشوفوا. المهم اول حاجه كنت بديت بها هي الزوج كان راح شاري الخضره وانا مع هاد السله تاع الخضره دايرتها في البالكون. مالا دائما ترفد لي الغبره والتراب وكما تعرفوا. المهم قلت قبل ما نبلاصي الخضره تاعي خاصني نقيها. كما راكم تشوفوا تحطوا فيها البصله، هذيك البصله تقعد تخلي القشور تاعها وداك التراب تاع البطاطا. المهم راكم عارفين صراحه جربت درتها بابي كويسون تحت ودرت ليها ثاني ساشيات ما عجبتنيش، بغيتها تكون هكا. حتى هذيك الخضره خاصها تتنفس سينو تغسل لكم بالخف. على بها كل خطره خاصك تنقي هذاك البلاصه اللي تحطي فيها. كما نعرفوا حنايا اصلا بلاد تاعنا فيها بزاف الغبره والتراب وهذه هي، والحمد لله على كل حال. البنات نبغي دائما نفكركم لا راكم تتفرجوا في الفيديو وعجبكم بيان سور خلوا لي جام هكا باش نعرف باللي الفيديو نال اعجابكم. خاص نشوف بزاف مشاهدات ما شاء الله زعما بارابور قناه عاد راني باديه وكل شيء. مشاهدات صافا بصح لي جام يكونوا قلال بزاف. مالا مادام راكي تفرجي دروك الفيديو تفكري ديري جام وخلي لي كومونتير، اي كومونتير تبغيه يشرفني. تخلوا لي هكا تعليقاتكم سواء ايجابيه ولا سلبيه هكا باش نحسن. والله راني عاد باديه وراني باغيه نحسن لكم جوده التصوير ولا ونقدم لكم محتوى يكون جديد نوعا ما. كما نعرفوا المراه تكون ماكيته في البيت ما روتيناتها يكونوا احتياديين هكاك، وانا نبغي نخرجكم معايا نعطيكم افكار جديده. ما نقعدوش دائما في الدار الروتين تاع الدار، ثم نعطيكم كل خطره حاجه جديده. وانا نطلب منكم غير تشجعوني بلي كومونتير تاعكم شابين وتشجعوني ثاني لي جام تاعكم. وهذه هي هنايا كنت نحك في الباب تاع الدوش. كما تعرفوا البنات والله العلي العظيم ربي ان شاء الله يخلي لنا غير صحتنا، لاخاطر صحتنا هي كل شيء. الوسخ تاع عام قادر في نهار تنقيه. ماناش نقولوا لك راك ميل الوسخه عليك العام، بصح انا نقولوا باللي كل حاجه في هذه الدنيا تنجمي ديريها. اهم حاجه تكون عندك الصحه هي الصح. ما كذبش اللي قال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. شحال من وحده راهي متمنيه هكا ثاني هي تنقي دارها وكل شيء وما عندها الصحة. نقولوا إن شاء الله ربي يعطي كل وحده صحتها ويكسب لنا إن شاء الله دوام الصحة وتكون الصحة قد العمر إن شاء الله يا رب العالمين. هذه هي هنايا حاشاكم كنت نحك في لي تواليت وفي الدوش. وبغيت نحفز كل زوجه ولا كل بنت تعاون ماماها. لا بغا راكي تقري خاصي ويكاند عاوني فيه ماماك، منها تدي الاجر منها ثاني نستقبلوا رمضان بروح جديده والدار كي تكون نقيه اوتوماتيكمون الناس تاعها يكونوا سبحان الله طاقه سلبيه تروح وتكوني انتيا في جو مريح، تكوني انتيا حاسه روحك غايه في هذيك الدار. ثم نعاونوا باللي قدوا عليه ماشي شرط ماشي غير في دارك. نعاونوا في اي بلاصه تروحي دار جدك عاوني، تروحي داركم عاوني. بغيت ثاني نفتح قوس البنات. رمضان على الابواب وحنا دائما نبغوا نستقبلوه ويكونوا بيوتنا نقيين وبروبر وكاع كل شيء، بصح دائما ننسى بيوت الله اللي هي اهم من بيوتنا.
وبيوت ربي خصصها للعبادة، على بها تفكروا دائما تنظفوا كما كنتوا تنظفوا بيوتكم، ولو خطره في العام ولو خطره في الشهر. خاصه انتي وصحباتك ولا انتي وجاراتك ولا انتي وخواتاتك ديروا نهار وروحوا نظفوا فيه المسجد. والله هذاك البيت اطهر من بيوتنا، سما نورمالمون نعطوه اهميه اكبر. سيرتو رمضان نقضوا فيه وقت اكثر، نصلوا التراويح، نقوموا قيام الليل، ربي يتقبل من كاع المصلين ان شاء الله يا ربي. بغيت نعطيكم هذه الفكره وان شاء الله ان شاء الله نطبقوها، رمضان قريب. والله يجازي جميع المحسنين. كاين بزاف ناس في الخفاء ما يبغوش يذكر اسمهم، دائما كاين اللي مخصص روحه ووقته وجهده للمسجد بدون مقابل، واقف على المسجد، واقف على أمانة المسجد. المهم ربي يقدر كل إنسان وربي يهدينا ويوجهنا للطريق الصواب يا رب العالمين. هذه هي، وهنا بديت نكمل ونرد كل شيء لبلاصته. هذه هي اجمل لقطه في كاع واش يصرى، كاع هذاك التعب يروح كي تشوفي البلاصه كيما تبغيها نتيا وكيما تمنيتيها تكون. انا تما في المقاطع اللي قبل كنتو شفتوني استعملت روح الملح ولا لاسيد. كان عندي واحد البلاصه هكا مور لافابو، كان دائما يتراكم فيها الماء، ومن داك تعرفوا مع الوضوء كل شيء والماء يتقطر تما، تقعد واحد البلاصه تولي رطيبه وفيها هكا الكالكير تحتها. كنت كل خطره نبغي ندير لها لاسيد وما كنتش شريت حتى لهذاك النهار. مع درت الميناج جا وقتها ونقيتها وشفتو كي شغل ما كانتش كاع. هذه هي المهم، اي اهم حاجه ربي يعطينا صحتنا. وهذه هي بعد هذاك الميناج كنت هنايا درت لامونه بزاف شابه ووصفه ولا اروع. ما كنت صورت معكم البنات، كنت نسيت باش نصور والله، حتى جيت ندخلها للفور وتفكرت. على بالكم البنات تالما راني في شحال من قطعه على اليوتيوب، دي فوا شحال من لقطه كنبغي نصورها وتروح من بالي حتى تروح هذيك اللقطه وتفوت، عاد نتفكر باللي ما فتش التليفون اللي صورتها. معليش هذه هي، مع الوقت غادي نتاقلم ونولي كيما كنت. بيان سور ما غاديش نشارك كل حاجه، الانسان عنده عقل ويخمم. كاين صوالح خصوصيه تقعد بيني وبين روحي، وكاين صوالح نقدر نبارطاجيها معاكم. هذه هي، وان شاء الله ما تزعفوش، وان شاء الله مع الوقت نعوض لكم كاع هذوك الفترات اللي كنت غبت فيهم، مالغري صاروا فيهم بزاف صوالح شابين. يا ريت كنت في هذاك الوقت في اليوتيوب كنت شاركت معكم صوالح بزاف شابين. معليش الا عجبتكم لا غوسيت وكنتوا انتريسي، معليش نعاودها لكم في فيديو واحد اخر مخصص باذن الله. وهنايا كنت درت لا كريم هذيك اللي نحشو بها لامونه تاعنا، كنت درتها بالكو تاع سيترون. وهنا بعد ما كانت بردت خرجتها وزدت لها كريم شانتي وطلعتها وحشيت لامونه تاعنا، وجاتني بزاف شابه. ما نشكر فيها غير هكا، والله فريمون جات شابه. مكوناتها اقتصاديين، ووصفه سهله وسريعه وبالخف توجد، ما تشدكمش بزاف وقت. كما قلت لكم، لا عجبتكم الوصفه خلوها لي في التعليقات وندير لكم فيديو بالتفصيل. تنجموا حتى ديروها مشروع مربح، الماكينات في البيوت تنجموا ديروها ثاني باحجام مختلفه، تقدروا ديروها حتى ميني بريوش ولا المهم لكم الاختيار. وانا هنايا كنت حمرتها شويه لاخاطش كنت باغا نرسل منها دار شيخي وهما يبغوها شويه محمره على بها، كنت درتها لهم. خليتها شويه تهدت. وهذه هي، هنايا قربنا نوصلوا لنهايه الفيديو. بغيت نقول لكم الا عجبكم ما تنساوش الدعم والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل فيديو جديد نحطه في القناه اول باول. وخلوا لي تعليقاتكم الايجابيه، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد. ماذا بيا نكمل معكم سلسله هاد التحضيرات تاع رمضان قبل ما نبداو في روتينات رمضان. ونتلاقوا ان شاء الله كما قلت لكم في فيديو قادم. مع السلامه، في امان الله.